طيب ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ دي المرة التانية بنصور فيها الفيديو ده. ممكن يتحط حاجات من المرة اللي فاتت اصلا، وممكن نكمل الفيديو ده عادي. احنا لسه مش عارفين في المونتاج هنعمل ايه، عشان بس في مقاطع كده اتشالت من الفيديو التاني. بس المرة دي هنحاول ان احنا نغير الاسئلة او اي حاجة عشان يبقى الموضوع يرجع حماسي تاني. بس حاسة ان احنا مكتئبين عشان الفيديوهات راحت. بس مش مشكلة. المهم اللي كنا عايزين نقول لكم انه بسنت للاسف مش موجودة معانا في الفيديو ده. ادعوا لها بس كتير، ظروف ما يعني، وان شاء الله كل حاجة هتبقى إن كويسة شاء الله ننوع الفيديوهات الجاي بإذن آه. الله. حاولنا كتير إنه نتواصل معه بحيث إنه نكون نحن الثلاثة مجموعين كالعادة، لكن صار ظروف ما قدرنا نتحكم فيها فصار طالعين نحن الاثنين بس. هذا أولا. ثانيا بقى حابين اليوم يكون مختلف مثل المرة الماضية. حبينا ناخد مثل قسط من الراحة من المواضيع اللي طرحتوها علينا واللي نحن كمان نطرحها بين بعضنا. اليوم عملنا يوم الأسئلة أو الألغاز. بالظبط. حنسأل بعض وتكون مثل مسابقة بيناتنا، وبنفس الوقت انتم بدكم تشغلوا عقلكم بقى وتحاولوا تجاوبوا على الأسئلة اللي عم نطرحها لبعض. تمام. هي أولا. ثانيا حنحاول نحط عداد نقاط. تمام. نشوف اه. مين اللي حيجمع نقاط أكثر، والفائز ممكن انتم تقرروا شو حتكون جائزته، وكمان العكس يعني الخسران اه. حنقرر شو نعمل. والخسران هو اللي هيعمل حاجة للفايز. تمام، دي نقطة يعني كده. دي نقطة أكبر في اللحظة دي. تمام. يلا اوكي. نرجع كمان مرة. مين بده يبدأ؟ حجر مقص تقي. ماشي. ايدك لحظة. حجرة ورقة مقص. روح. اسألي. زي. اه انا اللي هسأل. أنا. طب اسألي المفروض. لماذا خلق الله النجوم؟ طيب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهي مفروض عشان الرجم يعني الشياطين، وتزيين السماء، والتدبر. لا تمام. داعي للتثقيف. مين أول نبي لفظ الله أكبر؟ تحسي هذا السؤال بيعمل براسنا كتير علامات استفهام، إنه هل آدم؟ هل إبراهيم؟ ولا محمد؟ بس لأ، هو آدم عليه السلام. لا لا لا، استني شوي. استني استني عن جد. إبراهيم عليه السلام. أكيد أكيد. إبراهيم دايما هو الإجابة في الحاجات الشائكة، لأن هو اللي سأل كتير قوي واتدبر ممكن كتير أكون قوي في الأمور الإجابة. وهو اللي اتدبر كتير قوي في الأمور التوحيدية. فلما تطلع كلمة توحيدية كبيرة قوي زي الله أكبر دي، يعني إبراهيم هي عليه السلام. طيب اسألي. مريم. مين الصحابي اللي كانت الملائكة تستحي منه؟ عثمان بن عفان. علشان وهرجع اقول تاني، انا هاخد 2 بوينت. تمام. بس ما راح أعطيك البوينتس. ولا أنا أعطيكي حرام؟ يلا، إذا كانت القصة لذيذة جدا وحكيتيها بأسلوب لطيف نعطيك البوينت الثاني. طيب مع عثمان بن عفان عشان هو كان قاعد في مجلس، المفروض غالبا كان في بيته، لان الرواية دي كانت رواية السيدة عائشة. وهو كان باين منه جزء من رجله بس مش عورته. تمام. فدخل سيدنا ابو بكر، وهو يعني ما اعتدلش يعني. بعدين دخل يعني حد من الصحابه نفس الكلام. بعدين دخل عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. وفي ده على ما اتذكر ان هو رواه مسلم يعني. وفي تاني اللي هو الحياء من الإيمان. دي كانت حديث تاني يعني، الحياء من الإيمان وأحيا أمتي عثمان. أنا مش عارفة أحيا دي أنا قلتها صح ولا غلط، بس يعني أكثر الناس حياء يعني في أمتي كانت عثمان. أسأل أنا. طيب، تفضلي. إيه أول عملة في الإسلام؟ يعني عن جد أسئلتي كتير 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 صعبة. الدينار. الذهبي. يلا. آه، آخر صحابي توفى. أنس بن مالك.
ماشي أتمنى اللي أكون بعده. أبهرتك. من أسد أبهر. الله؟ انت بدك تختاري ايه؟ تصدمتي؟ شو؟ سعد بن أبي وقاص. عبد. حمزة بن عبد المطلب. مريم 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 مريم. من النبي الذي لقب بذا النون؟ هرجع أقولك نفس البتاع. طيب، وزنوني إذ ذهب مغاضبا. مشكلتها إنها شاطرة، هاي مشكلتها عن جد، اللي هو خسري طيب، طب خسري طيب. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو بقى كان مين؟ ده سؤال. ما أنت قلت الإجابة الأصعب، يعني المفروض سهلة بقى. مين اللي نادى في الظلمات؟ ماشي شطورة. مين الصحابي اللي كني بأبي هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. الله يبارك فيك يا حبيبتي. احنا يا جماعة تمام، لما بنقعد نسأل مع بعضنا عادي او نتكلم مع بعضنا عادي في الطبيعي، الاخت تقعد 100 سنة عشان تفتكر الحاجات اللي فيها عبد. طيب، أول شيء خلقه رب العالمين. انا خطر في بالي السؤال اللي انا هسأله لك، انت فاهمة؟ مش الإجابة. اول حاجة ربنا خلقها القلم. انت بقى ايه اول حاجة ربنا بناها؟ السماء يا أمورة. والسماء بنيناها بأيدينا وإنا لموسعون. طيب اسألي. شو أول صلاة صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صلاة الظهر. طيب، تمام. ايه الفرق؟ لا بلاش منه. ايه هو لقب عثمان؟ ذا النورين ذا النورين ذا النورين. اللي بقى مش هتعطيني بوينت تاني، يعني مو بس انت بتاخدي بوينتين. البوينت التاني لأنه تزوج بنتين من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. ما بعرف، عن جد ما بعرف، أنا بدي إياك تخسري يعني. لك أنا صريحة، بدي إياك تخسري. طيب احنا ممكن نوقف هنا، تمام؟ بما انه هنفضل تعادل وهما يقرروا مين كانت اجابته افضل، وهو اللي هياخد ماشي. البوينت. طيب وأنا عندي فكرة كمان، ليش ما بنسأل المتابعين تمام كم سؤال ونشوف مين اللي حيجاوب عليهم كلهم صح، بس بشرط الأمانة، وما نروح نبحث على جوجل. يعني مثل ما أنا ومريم قعدنا نقول إجابات غلط بعدين إجابات صح وقعدنا نفكر، انتوا اعملوا نفس الشيء، فما حدا يشوف الأسئلة ويروح على جوجل يسأله. خلاص تمام. طيب احنا ممكن نعمل حاجة، انه اللي يجاوب اجابة صح اكيد هنطلعه معانا في الحلقة الجاية ونفهمه ان هو جاوب صح. تمام، احنا حنشوف أكتر حدا جاوب إجابات صحيحة يتواصل معنا بقى على انستجرام، بس طبعا حسب الترتيب اللي حيبقى بيننا، يعني يتواصل معنا على انستجرام ويطلع معنا الحلقة الجاية. يبقى انا هسأل سؤال وانت هسألي سؤال. ماشي. تمام، تسألي انت الاول ولا انا؟ اسألي انت لحتى احضر، انا ما في بالي شيء بصراحة. ايه الفرق ما بين سندس واستبرق؟ ماشي حلو. أنا بعرف إجابته، طالعوني معكم الحلقة الجاية. عينيا. هسأل الزعيمة بتاعتنا بسنت لو كده تمام. انا حاسه ان البرنامج ده مش فكرتي، تمام؟ انا حاسه ان بسنت، تمام، اللهم بارك اللهم بارك، بجد بسنت من الناس اللي عندها حب كده في المكان، فاهمه؟ يعني هي بتديكي انطباعها كده. اي نعم، انا متغاظه منها عشان احنا اتفقنا نصور كتير قوي وضيعت لنا كذا يوم، بس ده لا يمنع اني بحب بسنت. هسأل سؤال هو ما كتير منتشر، بس بدي إجابة منطقية جدا عليه. شو معنى كلمة الأعراف؟
معنى كلمة الأعراف. اللي بيعرف يكتب إجابة منطقية جدا بالتعليقات. فسؤالي مع سؤالك حنشوف مين اللي حيجاوب عليه صح. حاسة إنه بدنا أسئلة كمان ولا لأ؟ إذن أنا سؤالي صح. إيه هو سندس واستبرق؟ إيه هو السندس وإيه هو الاستبرق؟ وسؤالك يا مرح؟ سؤالي هو ما معنى كلمة الأعراف. جاوبوا على سؤالي وسؤال مريم بالتعليقات وبنشوف مين اللي حيجاوبهم صح وبإجابات منطقية جدا. بنحاول نطلعوا معنا بقى بالحلقة الجاية إن شاء الله. بس مبسوطين قوي ان احنا شاركناكم الحلقة، ومبسوطين اكتر احنا صورنا. وادعوا لبسنت، وبسنت من غيرك والله الحلقة رزلة قوي ورخمة يعني. ومعلش احنا اسفين على شكلنا، بس احنا يعني كده. عن جد جماعة نحن بعرف إنه شكلنا مرهق. ممكن حدا نحن ممكن الناس تفكرنا مكتئبين أو زعلانين أو طالعين غصب، بس هو فعليا نحن عم نصور بالليل وما كان في عنا أي وقت بالنهار إنه نصور الحلقة غير بهالوقت. شغل ودراسة وامتحانات جاية على البواب. فعن جد أنا حتى صوتي متغير من كتر الدراسة. قال يعني اسألوا أهلي قديش عم بدرس. المهم بتمنى تكون الحلقة عجبتكم وانبسطتوا فيها، وإن شاء الله الحلقة الجاية بتكون نورتنا بسنت وطلع فيها روح أكتر. وشو كمان بكفي صح. حاسة إنه نحن عم نخبص بالحكي لأنه نعسانين. يلا يا جماعة نشوفكم في حلقة جديدة، واستنوا يوم السبت الجاي. متنسيش سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.